جراح السمنه انا ليا تعبير بقوله دايما انه مزيج من جراح وباطني. ده حقيقي. عشان المتابعه، يعني الباطنه هي ملوك المتابعه طبعا. والجراح جراح، انتوا جراحين في الاول طبعا. بس اختلف البيهيفير بتاعكم في انك انت الجراح الوحيد اللي عارف المريض فلان الفلاني اللي من الحته الفلانيه اللي جاي لي بقاله 15 بالزبط. سنه او 10 سنين او 12 او 7 سنين او ده حقيقي. المتابعه هنا قيمتها ايه؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه هي من قبل كمان المتابعه، من اول تاريخ العيان انت بتشوف سلوكياته وطريقته وطريقه عيشته، يعني بطنه ونفسيه وكله. شوف نفسيته زي ما قلت لحضرتك، الجوع العاطفي، انت بتجوع تاكل نوعيه اكلك، يعني احنا بقينا يعني تغذيه، بطنه، جراحه، متابعه. طبعا احنا عندنا في الفريق بتاعنا بيبقى حد استشاري تغذيه مخصوص، عشان برضو احنا عايزين نضمن احسن كواليتي للعيانين بتوعنا، فبنجيب السبيشاليتي. بس انت بتبقى بطبيعه الحال ومن الممارسه ومن كتر ما شفت بتبقى ملم بكل هذه التفاصيل. يبقى معاك حتى بعد كده زي لايف كوتش مثلا بيتابع العيان، بتودي العيان يمارس رياضه، يعني انت بتبقى يعني واخد العيان كله من فوق لتحته علشان تخلي ان هو احنا لو عيان عنده مراره وبيشيلها خلاص، او عيان عنده فت وبيصلحه خلاص، لكن دي حياه كان تانية خالص. ده بني ادم وده بني ادم تاني، ده حقيقه. واحنا شفنا الكلام ده وشفناه مع اصحابنا اللي عملوا العمليات دي، وشفناه مع المرضى بتوعنا. المتابعه على الفترات الطويله خلتنا نشوف بجد قد ايه العيانين دول تحسنت حياتهم، تحسنوا في الانجاب، اللي ما كانتش بتخلف وخلفت، اللي ما كانش عارف يتجوز او مش عارفه تتجوز عشان الشكل وعشان مشاكل نفسيه وتحسنت. الناس اللي كان عندها مشاكل في شغلها، يعني جات لنا مره واحده مثلا كانت مدربه جيم وبتلعب، هي مدربه وشاطره جدا واخده كواليفيكيشنز، بس حصلت لها ظروف الجوع العاطفي، قعدت تاكل كتير ووزنها ضرب، حياتها كلها اتدمرت. اما مش هتعرف مش هتشتغل، عارفه تشتغل، وبدا بقى يحصل الناس تبص لها بصات مش كويس، مع ان هي اعلى من كل زمايلها سبقوها. فاحنا بنقول عملياتنا ديت عشان هي بتغير حياه البني ادم، فانت لازم تتابعه قبل واثناء وبعد، وبتفولو اب معاه وبتوجهه. يعني حتى لو انا مثلا، احنا بنتابع بالذات مثلا في تحويل المسار بيحصل نقص في الفيتامينات، فلازم يمشي على فيتامينات مدى الحياه وبيتابع. طب انا هتابعه، انا ممكن اتابعه، بس الاحسن له انه يتابعه استشاري تغذيه. اذا ضمنا في الفريق عندنا من ساعه ما بدانا استشاري تغذيه متخصص يتابعه ويفولو اب معاه ويقصد. فاحنا يعني بطنه وجراحه ونفسيه عشان نقدر في الاخر ان احنا نساعد الشخص دوت انه يغير حياته ويبتدي حياه جديده.